الأهلي يفوز برباعية نظيفة على النصر للتعدين، المتواضع دفاعيا والخجول هجوميا. البدر بيبدأ الماتش بشريف إكرامي في حراسة المرمى، قدامه 4-2-3-1. محمد نجيب ورامي ربيعة قلبين دفاع، على يمينهم أحمد فتحي وعلى شمالهم صابر رحيل. 2 في نص الملعب حسام غالي وعمرو السولية، قدامهم عبد الله السعيد كصانع لعب، على يمينه وليد سليمان وعلى شماله ميدو جابر، تحت مهاجم وحيد كوليبالي. شوط اول ظهر فيه الاهلي مستحوذ تماما على الكوره بتركيز شديد انه يخلص الماتش بدري. على الجانب الثاني شفنا النصر للتعدين اغلب الشوط راجع لنص ملعبه وعامل ستاره دفاعيه قدام منطقه ال18 وملوش اي ملامح هجوميه، لدرجه اننا شفنا قلبين دفاع الاهلي رامي ربيعه ومحمد نجيب بيتقدموا ويشاركوا في صناعه الهجمه عشان يعملوا زياده عدديه في المنطقه الهجوميه تقدر تفك التكتل الدفاعي لفريق التعدين. الجون الاول كالعاده بدأ بتدوير الكوره من الشمال لليمين لحد ما وصلت لحسام غالي اللي بيعمل 1-2 ولا اروع مع احمد فتحي. بعدها عرضيه ممتازه بيستقبلها عبد الله السعيد بكل هدوء ويحطها في المرمى بعد ما قدر يغفل دفاع التعدين كله ويتسحب بدون رقابه لحد ما حط الجول. والجمله دي اتكررت كتير قبل كده، وشفنا السعيد بيتحرك من عمق الملعب ويقطع على العارضه البعيده زي جون الاهلي الثاني في المقاولين في الدور الاول. بعد الجون الاول هدي اداء الفرقتين وقل التركيز شويه في انهاء الهجمه من جانب الاهلي. الماتش انتهى بسكور كبير بس ضيعنا اكتر من كره سهله ممكن تيجي جول. سر تفوق الاهلي في الماتش كانت طرفين احمد فتحي وصابر رحيل. التعدين قدر يقفل عمق الملعب بالتكتل الدفاعي قدام منطقه ال18، بس الاجناب عنده كانت شوارع وقدر الاهلي يخترقها ويلعب اكتر من كره عرضيه سجلنا منهم معظم الاهداف. كويس ان الاهلي بدأ الشوط الثاني بنفس التركيز والرغبه انه يجيب الجون الثاني ويخلص الماتش بدري، وبالفعل استقبل عبد الله السعيد اسيست ميدو جابر وحط الكوره على يمين الجون اللي اتثبت فيها هو والمدافعين. الجون الثاني سهل الماتش تماما لان بعدها استسلم التعدين وما شفناش منه اي رد فعل على مرمى اكرام، وقدرنا نريح بعض اللعيبه الاساسيه واكرم توفيق ينزل مكان غالي وعمرو بركات نشوفه مكان عبد الله السعيد اللي كنت افضل انه يريح فتره اكبر من كده لاننا محتاجينه الماتش الجاي يكون في اعلى فورمه ليه. في اللقطه دي ومن كره ميته تماما قدر ميدو جابر يضغط على اللاعب ويقطع منه الكوره ويلعب عرضيه على البعيده يستغلها كوليبالي ويحرز الهدف الثالث اللي موت الماتش تمام. كوليبالي ضيع اكتر من كوره سهله قدام الجون لحد ما جاب الجون الثالث، وده مش هينفعنا الفتره الجايه لان المهاجم الصح المفروض يستغل اقل فرصه عشان يسجل منها، مش يتعمل له 5 أو 6 فرص عشان يجيب جون واحد. واحده من احلى ماتشات ميدو جابر اللي ابتدى ياخد الثقه ومستواه يعلى تدريجيا مع الاهلي وبقى مؤثر اكتر مع الفريق وبيلعب جماعي. النهارده عامل 2 اسيست وعلى المستوى الدفاعي كان جيد ويستحق يكون من نجوم المباراه. استمر احمد فتحي في ارسال عرضياته الرائعه عشان يدخل عبد الله ويكمل الهاتريك الاول ليه مع الاهلي. يا عبد الله يا اخويا سماح، يا عبد الله يا اخويا سماح. العرضيه والنبي اهي والنبي اهي والنبي اهي والنبي اهي والنبي اهي. عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. حلوه 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 حلوه. خلصت الكلام خلصت الكلام مات الكلام مات الكلام. وهوبا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. بعد الجون الرابع هدى الاهلي الماتش وابتدى ينقل الكوره في نص الملعب. طبعا في فروق فنيه كبيره بين الاهلي والتعدين والماتش كان قليل انه يظهر النقط السلبيه للاهلي اللي محتاجين نعالجها قبل ماتش افريقيا، زي تمركز قلبين الدفاع وثنائيه غالي والسوليه في نص الملعب. اتمنى ننسى نتيجه الماتش ونركز في ماتش افريقيا الجاي لان البطوله الافريقيه هي مطلب جماهير الاهلي الاول الموسم ده.
الفانيلا دي لونها ايه؟ لون دمك، لازم تحافظ عليه.